السلام عليكم. فاكرين لما أنا قلت لكم على الطاقة وإزاي إن انتوا تقروا طاقة الكون، وإزاي رسائل ربنا لما بيبعتها لنا عن طريق مسجات جاية من الكون، وإزاي إن الذبذبة أو حركة الكون كلها حركات متغيرة وليست ثابتة، لأن إحنا عندنا قلنا إن الله يغير ولا يتغير. ففاكرين لما قلت لكم الحركه الحلزونيه دي اللي هي عامله زي الزجزاج دي، هي دي نفس الحركه بتاعت البندول اللي بيقيس بيها درجه الحراره اللي موجوده فعلا، وكمان درجه حركه الكون حوالين الشمس او المجموعه الشمسيه. وشفنا المنظر ده مع بعض واثبتناه بالادله العلميه. طيب احنا هنستفيد ايه لما بنشوف الحركات دي؟ فاكرين لما قلت لكم كمان ان هو لو كان ثابت فعليا هتبقى فيه زي الموت، وبالتالي من هنا مربط الفرس. الحلقة دي عن الكسوف وازاي بيحصل ثبوت او خط مستقيم، ومعناه ان في كسوف معناه ان في علامات ليوم القيامة او انتهاء شيء. كمان الفيديو ده بتكلم فيه عن سيكولوجية الخوف، ازاي تتعامل مع الخوف في علم النفس، ازاي ان انت how you deal with your fears، علشان انت فعلا لو قدرت تحافظ على ثباتك، وازاي ان انت الخوف بتاعك يهدى، ازاي ان انت تعمل ده سيكولوجيا. احنا هنعمل ده مع بعض في الفيديو. يلا بينا. لو ركزتوا معايا، احنا قلنا ان لو في خط مستقيم معناه زي المونيتور بتاع جهاز القلب، ربنا يعافينا كلنا يا رب، بيعمل تيت وخط مستقيم كده يبقى الحياة بتنتهي. تمام. نفس الشيء انت لو شفت الكسوف بيجي خط مستقيم، الكرة الأرضية وبعدين القمر، وبعد كده الشمس ولا القمر مغطي على أشعة الشمس، وبالتالي احنا مش شايفين الشمس، والكرة الأرضية هتبقى من ناحية المكسيك وأمريكا وكندا هتلاقي الدنيا مظلمة ودرجة الحرارة بتنزل ومفيش أشعة شمس موجودة. ايه الخوف ده وايه الرعب ده؟ ايه الخوف ده وايه الرعب ده؟ مش ده بيفكرك بحاجة؟ بيفكرك بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن يوم القيامة مش هتيجي إلا لما يكون فيه خسوف وكسوف؟ مش بيفكرك بالحاجات دي؟ وبالتالي الناس بدأت تخاف ومش عارفة تعمل إيه. الخوف بقى علشان نعمل نديل يعني إزاي نتعامل مع الخوف ده اللي إحنا هنتكلم عليه. بس قبل ما نتكلم عليه خلينا نشوف الأسرار الربانية. لقيت في سورة القيامة الانتهاء، ان احنا هننتهي بقى، الكون كله هينتهي. سورة القيامة كلها من 40 آية، لو بصيتوا هتلاقي رقم ايه؟ 4. لو بصيتوا هتلاقوا ان الكسوف هيحصل يوم 8/4/2024. 8 هي 4، وشهر 4 2024 4 زائد 2 زائد 2 بيساوي 8، او 4 و2 و2 4 و4. ايه العلاقه ما بين 8 وما بين 4؟ ويوم الاثنين لو قسمتوا لو ضربتوا الاثنين في 4 بيديكي 8. تمام. طب يا رندا ده صدفه. طب خلاص انتوا بتقولوا صدفه، تمام، خلينا نشوف، لان مفيش حاجه صدفه مع رب العزه، مفيش حاجه صدفه. اوكي. لما تيجي تبص على سوره القيامه لقيتها 40 ايه وبتتكلم على الخسوف والكسوف. اشمعنى بقى الخسوف والكسوف في سوره القيامه بتيجي فيها 40 ايه رقم 4؟ دي صدفة برضو مع ربنا في كلام ربنا؟ حاجة تانية في سورة الزخرف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. الله، ده في آية ربنا بيديها لنا علشان يخوفنا ونرجع عن اللي احنا بنعمله، وبعد كده يدينا آية أكبر منها، فكل شوية تلاقي الآية الأكبر من الآية اللي قبلها. ليه؟ علشان نرجع ونسترجع لربنا سبحانه وتعالى، نغير من حياتنا، نزيد من روحانيتنا. طيب الآية دي ليها علاقة باللي أنا بقوله؟ لو بصيتوا عليها هي الآية رقم 48. هو 8 و4 ماشية معانا بانتظام ليه؟ وهل أنا ببحث ده وأنا اللي بدور، ولا هي رسائل ربانية لمن أراد
لمن أراد الارتقاء روحانيا. طيب، احنا دلوقتي قلنا الدلائل من القرآن، خلينا نشوف دلائل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مش هيجي يوم القيامة إلا لما يحصل خسوف وكسوف. طيب هنتعامل معاهم إزاي؟ هنتعامل معاهم ب3 حاجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم: الدعوات والصلوات والصدقات. طيب رندا، إزاي نتعامل مع الخوف؟ والله ما في واحد سايكولوجيست أو طبيب نفسي في أمريكا إلا وكان بيقول للبيشنت بتاعه أو المريض بتاعه، يقول له: لو أنت يهودي روح المعبد، لو أنت مسيحي روح الكنيسة، لو أنت مسلم روح الجامع. الروحانيات علاجكم يا جماعة تقربوا من ربنا، علاجكم إنكم ما تبعدوش للروحانيات فيهجم عليكم وساوس الشيطان وظلماته، فتخش عليكم المخاوف والأفكار والنيجاتيفيتي بقى تطلع، والسيناريوهات النيجاتيفيتي، وتسيء الظن والعياذ بالله بمقدرات ربنا سبحانه وتعالى وإحنا في أيام مفترجة وفي رمضان. فهقول لك على حاجة هتعملها. لما تلاقي نفسك كده، من ضمن الدعوات اللي انت ممكن تعملها ان انت تحط ايدك على قلبك وتقول: اللهم انك محيط بكل شيء وانا شيء، فاحطني بنور وسلام، فاحطني بنور وسلام لي وللناس اجمعين يا رب العالمين. وتكررها على نفسك وانت مغمض عينك وتستشعر نور الله وهو بينزل بالسلام والطمأنينة على قلبك. وده نوع من انواع الدعوات، مش بدع يا جماعه علشان الناس ما تقولش بدع، الدعوات مفتوحه وريفر. انت ده في واحد بيدعي بالباكستاني، وواحد بيدعي بالهندي، وواحد بيدعي بالايطالي، واحد، ورب العالمين بياخد كل الدعوات دي بكل اللغات بكل الجنسيات وبياخدها من باب واحد فقط، باب الدعوات. فما تجيش تقول لي اصل الدعوات لازم تكون، ما تضايقاش على نفسك، وسعها، ده ربنا اسمه الواسع، وسعها على نفسك. ادعي ادعي واستشعر بإحاطة الله. الله المحيط بكل شيء، يحيط بنا، يعني لو يحيط بك الخوف، يحيط بك الكسوف، فالله أحوط، الله أعلى، فهو سبحانه وتعالى هيشلك الخوف من قلبك مع الدعوات، مع الصلوات، ومع القرب من ربنا والصدقات. طيب احنا كده اتكلمنا على أسرار الكون، واتكلمنا على ازاي ان احنا نتعامل مع الكسوف. وطبعا صلاة الكسوف مش عايزة انسى ان انا اقول لكم تعملوا صلاة الكسوف. بصوا على القنوات على اليوتيوب يا جماعة، او اقروا على الجوجل، او شوفوا الكتب اللي بتتكلم على الكسوف ازاي ان انتوا تصلوها، سهلة جدا جدا جدا، حاولوا ان انتوا تتبعوها. وبعدين عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا بقى. اللي يجي يخوفكم ويقول لكم اصل في مفاعل هيفجروا بيه معرفش طاقات معينة مهولة، فممكن تأثر على طاقة البني آدم وهتفتح أبواب وعوالم أخرى موازية وعالم موازي، عيش يومك وما تستمعش للترهيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا. فاحنا بنبشر، داخل علينا عيد، وداخل علينا أيام مفترجة، وداخل علينا أيام جميلة، فظنوا في الله خير. لكن المفاعل والنووي وي لا، الله محيط بكل شيء وأنا شيء. فيا رب أحطني برعايتك وبنورك وبسلامك ليا ولكل الناس على الأرض. سلام عليكم.